كنت ارفض اني البس ثياب بنات ولا العب العاب البنات يعني. فكان اذا اهلي يبون لي العاب تخص البنات انا كنت يعني مو استغرب اني كنت انا ما احبها. كنت الجا الى الالعاب اللي يلعبونها الصبيان والذكور يعني. لكن مع مر السنين كبرت، رحت صف الاول للحين بعد كنت طفل. فكنت اشوف انه لا يعني ما ابي البس مريم المدرسة، ما ابي البس تنورة في الرياضة. كنت اصيح يعني، اقول حق امي إنه ما ابي البس هالثياب. مرحلة المراهقة هي المرحلة الإعدادية. أنا أشوف البنات اللي وياي في المدرسة والناس اللي حواليني إن ميولهم مثلا تعرف مراهقة يعني، كل واحد يميل حق جنس الآخر يعني. فأشوف إنهم يتكلمون عن يعني علاقاتهم، عن فأنا ما كنت يعني ميولي أو رغباتي إن أنا أميل للذكور. لا، قاعد أشوف إن شيء داخلي يميل إن أنا للإناث. فكنت هاي شيء خشيته داخلي طبعا ما طلعته. فكنت أخاف إن الناس تقول هل أنا أعاني من شذوذ جنسي، هل أنا إنسان غير طبيعي. أنا بعد داخلي كان في صراعات كبيرة إن أنا شنو أعاني منه. هل أنا شاب؟ رحنا حق الأطباء النفسيين، هني قالوا إن أنا أعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية اللي هي الجندر ديسفوريا، أن الخطوط الجندرية في المخ هي اللي فيها الخلل منذ الولادة. فهي يعني ما تتقبل الجنس الفعلي لهذه الحالة. فإنه هو تجنيس المخ يكون من في بطن الأم. كان هرمونات مرتفعة في بطن الأم هي تؤدي إلى الخلل في هذه الخطوط الجندرية في المخ. طبيعي. هاي المرض تصيب كل 100,000 شخص حالة واحدة، فهو مرض نادر جدا. فأنا الوحيد وأنا قلت أنا تقبلت هاي الشيء، هو ابتلاء من رب العالمين. طبعا ما يعني اخواني واخواتي في بداية الامر خافوا من ناحية دينية طبعا، بس ايماني الفتاوى الدينية في هناك في تقبل شوي. لكن المجتمع لان يعني قالوا المجتمع ما بيرحم. شوفي قدامي شكل ريال لبس ريال ستايل ريال، شلون كنت تروحي الجامعة؟ شلون كنت تروحي شلون ما في احد عمره طبعا هاي الشعر الفويهي طلع مع مرور السنين. في الجامعة ما كان عندي مشكلة لأن كنت أدرس خارج البحرين، فما حد كان يتعرض لي ولا كان سألني ليش شكلك كذي ولا اللي أنا أعاني منها. الأوراق الرسمية إن لا أقدر أقدم على شغل لأن الشكل شيء ثاني والأوراق الرسمية شيء ثاني. مستشفيات طبعا كم مرة رحت مستشفيات يرفضون علاجي لأن الشكل أنت يقول لي أنت جايب هوية أحد ثاني، هاي هويتك. في المطارات طبعا نفس الشيء. ما أقدر أسافر، ما أقدر أشتغل، ما أقدر أروح أي شيء. شلون لجأت للقضاء؟ أنا لحد الآن ما لجأت للقضاء. ما لجأت للقضاء لأن قاعد أشوف أن الحالات اللي في القضاء والحالات اللي أعرفها اللي يصلها فيها ترفض قانونيا. وأنا ما أعرف ليش يعني. هل بعرف شنو سبب رفض المحاكم لهذه الحالات؟ أنا ما أعرف ليش. فمن جهة هاي مخليني أن أنا شوي مأخر هذا الأمر. لكن أنا أشوف روحي لا، إنسان سوي، إنسان مثقف، إنسان تربيت أفضل تربية، وإنسان الحمد لله إني أصلي وأصوم وأعرف ربي عدل في كل الأمور. يعني أنا ما بكمل في هاي المشوار إلا أنا خذيت 5 فتاوي شرعية من البحرين ومن خارج البحرين تثبت حالتي إن أنا مريض اضطراب هوية جنسية، ولي الأحقية إن أنا أتعالج علاجات جراحية، لأن هذا المرض ما له حل إلا العمليات الجراحية والهرمونات اللي تؤخذ. حياة كنت يمكن خاش روحي فيها، وهي اليوم اللي أنا أتكلم فيه إن من حقي إن أعيش كأي إنسان طبيعي، لي حقوق في كل شيء، لي الحق إني أشتغل، لي الحق إني
اتزوج في النهايه، لي الحق اني اعيش مرتاح. اتمنى يعني ان يساعدون يعني في اخذ حق من حقوقي ان انا اعيش انسان طبيعي.